الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، معاشر المسلمين، هكذا اقترب الزمان والمكان. ها نحن في شتى بقاع الأرض، أصبحنا كأننا في قرية واحدة، ولكن مع كل أسف شديد يغفل الناس عن أمور ربما لا يحصل للإنسان أن يحاسب نفسه يوما من الأيام. كيف ترون سرعة هذه الأيام الذي مضت من رمضان؟ اتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن من علامات الساعة أن تصبح السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واقتربوا من رب العزة والجلال. يا من أبعدت عن ربك بكثرة المعاصي، والله لا ينفعك مالك، ولا ينفعك ابنك، ولا ينفعك غير ذلك، وإنما ينفعك عملك الصالح. إن كان صالحا فهنيئا، وإن كان عمل سيئا فلا تلومن إلا نفسك. معاشر المسلمين، إننا في غربة شديدة، خاصة أهل السنة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود قريبا. معاشر المسلمين، إن ذلك الدنيا امتحان، وإن أعظم ما جاء فيها من الامتحان والاختبار هي وسائل التواصل. إن استخدمت للخير نفعت، وإن استخدمت للشر ضرت. وكان العلماء يقولون عنها بأنها سلاح ذو الحدين. فما رأيكم معاشر المسلمين في من يغوص فيها ويهجر القرآن الكريم بمعنى الكلمة، ثم يهجر تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وبعض الأحيان تفوته صلاة الجماعة فيقعد في البيت ويتوضأ بعجالة ويصلي، وهذا من صلاة المنافقين والعياذ بالله. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن هذه الدنيا دار عما قليل سترتحلون منها، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اتقوا الله وراقبوه، واعلموا أن الساعة قد اقتربت. لقد صدق الكاذب وكذب الصادق، وخون الأمين وهم من الخائن، ونطق الرويبضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله عباد الله، وتزودوا في ذلك الدار بالطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يبقى لكم إلا العشر الأواخر من شهركم. يا من فرطت فيما مضى من رمضان، فإن معك فرصة أن تعود إلى الله عز وجل. ارجع إلى ربك، وكن متواضعا خائفا وجلا مشفقا من خشية الله، وتذكر دائما قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإياك والجدال، فإن الجدال يسبب الهوى، ويسبب الزلات التي ربما تقول كلمة تغضب بها الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الصائمين القائمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق. التمس العذر على الإطالة، إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله.